كان في واحد عبقري قرر يدخل شراكة مع ربنا، هو عليه النية وربنا عليه التنفيذ. كان بينام على الكنبة ويغمض عينه في تأمل عميق، اللي هو في الحقيقة غيبوبة نوم بيفوق منها العصر. لما حد يسأله عملت ايه في مستقبلك، يبتسم ابتسامة رضا ويقول الرزق ده مواقيت وأنا لسه ساعتي ما جاتش. اتعلم يحول كلمة إن شاء الله من كلمة رجاء لمخدر يهرب بيه من أي مسؤولية. ولو فاته ميعاد يقول لك ربنا صرفه عني، هو أصلا اللي صرف نفسه عن الدنيا باللحاف. الموضوع اتطور وبقى بيتعامل مع المعجزة كأنها مدير تنفيذي في شركته، هو يقترح الأحلام والمعجزة تخلص الورق وتجيب الفلوس. هو يقضي يومه يألف في فيديوهات إزاي تعمل أول مليون جنيه من كيلو بطاطس، ومستني السما تفتح وترميله شنطة فيها مستقبلهم. المرعب في الحكاية دي إن البطل ملوش ملامح، لأنه بيلبس ملامحنا كلنا. أول ما نهرب من شغلنا أو مذاكرتنا بكلمتين عن الصبر وإن الرزق مكتوب. ربنا ما خلقش المعجزات عشان تطبطب على الكسل، خلقها عشان تسند السعي. المعجزة مش إن الباب يتفتح لوحده، المعجزة إنك تقوم تمسك المقبض. سلام.